سلام البنات، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ ومرحبا بكم مرة ثانية في قناتكم مع عماد. راح نكملوا مع بعض تفاصيل عرس بنتي. قبل ما نبداو نصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم عليه، ونبداو بليزاربيات اللي راح نوجدوهم مع القهوة. انا كنت استخدمت هذا النوع تاع ليزاربيات، زينتهم غير تزيين خفيف، يعني غير بخيط نتاع الساف هذا ما كان، لانه هذا ليزاربيات يجيو في حد ذاتهم مزينين. اما بالنسبه للبقالات كنت استخدمت هذا النوع تاع لي بواط، تجي القاعده تاعهم في الدوري، ومن الفوق يجي ترونسبارو، الغطاء تاعهم يجي ترونسبارو. زينتهم ببابيونه في الفار. انا بنتي كانت استخدمت التم تاعها في الفار. راح نعمرهم بحبه نتاع شيكولا، بقاله، حبه نتاع كاوكاو، حبه دراجه. بهذا الشكل راح يجيو بهذا الشكل. بالنسبه للحلويات ولا القطوات اللي راح نحطهم ولا اللي وجدتهم في عرس بنتي، عندي هذا النوع نتاع القاطو اللي هو الثومه، خدمته بهذا الشكل وزينته بهذه الطريقه. حطيت ورده من الفوق وزينتها بهذيك العقاشه تجي في الفار من الفوق، دائما التم تاعنا في الفار راح يجي بهذا الشكل. القاطو الثاني اللي هو السيجار، خدمته بالقطايف يجي بهذا الشكل، زينته بهذه الطريقه. اما بالنسبه للقاطو الثالث اللي هما الكعكات، كيكات يجيو بوردة من الفوق في الفار بهذا الشكل. عندي 3 انواع نتاع قاطو اللي هما الثومة والسيجار والكعكات مع بقلاوة، راح نحطهم في البواط. يعني راح نحط 3 انواع وبقلاوة في البواط، والمعسل راح نحطه في الصحونة. اما بالنسبه لهذا القاطو اللي هما قلوب البيروروشي، هذا النوع كنت خدمته لبنتي راح تديه معاها، يعني كنت خدمت كونتيتي صغيره، واللي قعد لي راح نحطوه هو ثاني في الصحونه، راح نسربيه في الصحونه يجي بهذا الشكل. اما بالنسبه للمعسل عندي المشوك وعندي المقرود وعندي القريوش، هذو راح نسربيهم في الصحونه ولا مع لاتاي. بالنسبه للمشوك والبقلاوه كانوا داروهم لي خواتاتي، هز الزوج نتاع القاطو كانوا خدموهم لي خواتاتي، نقول لهم كثر خيركم وبارك الله فيكم، وهما اللي وقفوا معايا في عرسي، يعني ونقول لكم تسمحوا لي على تعبكم، يعني تعبوا معايا بزاف. نقول لكم اسمحوا لي على تعبكم. بلا ما ننسى مرت سلفي اللي هي بنت من بناتي، نعتبرها بنت من بناتي، يعني كانت حاضرة معايا في كل شيء، يعني في أي كبيرة وأي صغيرة كانت حاضرة معايا. وبلا ما ننسى جيراني هما ثاني. أنا هذو هما القطوات اللي راح نحطهم في البواط. عندي الثومة وعندي الكعكات وبقلاوة مع السيجار. عندي 3 انواع نتاع قاطو مع بقلاوة. وهذو هما التوزيعات اللي راح نمدهم لضيافي. عندي بواط نتاع قاطو مع بقالة، وعندي هذا النوع نتاع الجي ولا نتاع العصير، يعني كل واحد راح نمد له بواط نتاع قاطو نزيد له بقالة وقرعة نتاع جي ولا عصير. نخليكم مع الفيديو ونقول لكم كملوه للأخير وفرجة ممتعة.